أغرب حاجة ممكن تعملها دماغك إنها تخليك تتعلق أكتر بالشخص اللي مهتم بيك أقل، وده مش ضعف، ده تصميم. في 3 أسباب علمية بيخلوك تحب اللي مش مهتم بيك. أول سبب اسمه intermittent reinforcement. يعني إيه؟ يعني الشخص ده مش بيديك اهتمام طول الوقت، شوية يقرب وشوية يبعد. المخ هنا بيتلخبط وبيبدأ يدمن النمط ده، زي القمار بالظبط. مش كل مرة تكسب، بس مرة واحدة كفاية تخليك تكمل. طيب ليه ده بيشدك قوي كده؟ لما الشخص بيختفي مستوى دوبامين بينزل، ولما يرجع فجأة بيحصل دوبامين سبايك. التقلب ده بيخلي الإحساس أقوى بكتير من علاقة مستقرة. يعني ببساطة مش بتقع في حب الشخص، انت بتقع في إدمان الإحساس. بس ده مش أخطر سبب، في حاجة أعمق اسمها validation seeking. دماغك بيحول الشخص ده لتحدي. لو خليته يهتم بيك يبقى انت كده أثبتت إنك تستاهل، فبتجري وراه مش عشان هو مميز، لكن عشان تثبت حاجة لنفسك. وهنا المشكلة الحقيقية، إنك بتربط قيمتك برد فعل حد تاني. فهل انت بتحب الشخص ده فعلا، ولا بتحب الإحساس إنك بتحاول تكسبه؟ أحيانا أكبر خدعة بيعملها عقلك إنه يخليك تفتكر إن ده حب، وهو في الحقيقة نمط نفسي بيشدك. قولي بصراحة، عمرك اتعلقت بحد مش مهتم بيك؟